بدائل للمشروبات الغازية والعصائر المصنعة. تخيل أن هذه العصائر والمشروبات تسبب ارتفاع السكر وزيادة الوزن، تسوس الأسنان وضعفها، مشاكل الهضم، التقليل من امتصاص الكالسيوم، هشاشة العظام، انتفاخات وحركة تهيج القولون، قلق بسبب الكافيين المتواجد فيها، خفقان عند البعض، إدمان عليها، كذلك الإصابة بالكبد الدهني الغير كحولي، اضطراب في الدماغ فيصبح الدماغ غير قابل للإحساس بالشبع، كذلك تسبب في كثير من المشاكل في الهضم مثل الألم والانتفاخ والغازات وغيرها. هل فهمتم لماذا علينا أن نقوم الآن بصنع العصائر في البيت؟ تابعوا معي هذه الطريقة السهلة والصحية جدا. من فوائد عصير الشمندر: يرفع مستوى الحديد ويعالج فقر الدم، ولكن فقر الدم الغير حاد، يساعد على تحسين إنتاج الدم، يحافظ كذلك على ضغط الدم، يعطي الطاقة للجسم ويزيده بالقوة، ويزيد تدفق الدم، يساعد على التحمل البدني بعد الرياضة، يحسن صحة الكبد والتقليل من الدهون المتراكمة، يحسن الهضم، مضاد للالتهاب، يدعم صحة القلب، ومفيد جدا للجلد. الطريقة: نقوم بغسل الشمندر اللي هو البطراف جيدا بالماء والبيكربونات، نقوم بغسله ومسحه ونزع القشرة الخارجية، إذا كان بيولوجي لن ننزع القشرة الخارجية، وإذا لم يكن بيولوجي فنحن نضطر أن ننزع القشرة الخارجية، ونقوم بعصره، سواء نغليه في الماء ونقوم بعصره أو نقوم بعصره بالآلة الخاصة بذلك. إذن عصير الشمندر ممكن أن تشرب منه فقط نصف كأس، أو أن تضيف له الليمون والتفاح ويعصر معا. إذن ممكن أن تشربه لوحده نصف كأس بدون أن تضيف له السكر لأنه حلو، ولكن من الأحسن مدام فيه حلاوة مرتفعة نضيف له عصير حبة ليمون وتفاحة أو فقط الشمندر والليمون. إذن هو يساعد في خسارة الوزن، يدعم صحة القلب وأوردة الساقين، ويحسن المزاج والطاقة الأظافر والشعر. وكما ذكرنا أن يجب أن نشرب منه كل يوم نصف كوب. كانت معكم الباحثة في عصير جد رائع بديل لتلك السموم. تابعوني في الجزء الثاني مع العصير الثاني اللي هو الزنجبيل. كانت معكم الباحثة.